السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشطر ستات وأحلى بنات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض روتين قبل النوم. ازاي تهتمي ببشرتك وازاي تنامي كده وانت ريحتك حلوة وزي القمر، وتصحي بشرتك حلوة جدا، مفيش حبوب، مفيش هالات سودا، مفيش أي مشاكل ولا في وشك ولا في شعرك ولا في سنانك ولا أي حاجة غير محبوبة. سواء متزوجة أو آنسة لازم طبعا تكوني راضية عن نفسك 100% قبل ما تنامي، وتكوني متأكدة ان انتي هتنامي جميلة وتصحي جميلة. حتى لو لنفسك لازم تنامي تكون ريحتك حلوة كده وتكون لطيفة. خصوصا كمان ان احنا دلوقتي في فصل الشتاء، فاللي هيتعود على ان انتي تنامي وانتي ريحتك حلوة في الشتاء هتنامي برضو طول الوقت وانتي ريحتك حلوة في الصيف. طبعا أساسي الدش قبل النوم، ده أساسي، يعني حاجة كده ما فيهاش جدال. اكيد البيجامه اللي انتي بتروقي بيها طول النهار في البيت او بتطبخي بيها او بتعملي بيها اي حاجه في البيت، مستحيل ان انتي تنامي بيها بالليل. فطبيعي كده خصصي بيجامه معينه كده للنوم، او كام بيجامه كده يكونوا مريحين بس للنوم، واللكلوك النظيف كده بتاعك، ويكون توكة صغنونة كده للنوم طبعا، لان انت طول النهار بتكوني لما شعرك علشان طبعا بتعملي الاكل او بتنضفي في البيت. فكل الحاجات دي لازم نخلي بالنا منها علشان شعرك لو بيقع ما يقعش شعرك كده في الاكل او حاجة منه. تمام. طلعنا البيجامة النظيفة بتاعتنا وجهزنا الحمام بتاعنا او الدش بتاعنا، هنخش ناخد دش عادي جدا. وبعد كده هتطلعي تغسلي وشك بالغسول. تمام. ولو عندك يعني ليفة صغنونة خالص كده تكون ناعمة ما تكونش خشنة قوي علشان ما تجرحش وشك، بتغسلي بيها وشك برضو بنفس الغسول بتاعك او بالصابونة بتاعتك. صابونة اكني فير حلوة جدا جدا، عجبتني جدا، حسيتها بتنضف قوي الوش، وكمان مش غالية خالص يعني. من الصابونات اللي هي مثلا ممكن ما تعديش 20 جنيه مثلا، فعجبتني قوي. المهم هتغسلي وشك كويس بيها وهتغسلي ايدك كويس قوي، تتأكدي ان انتي يعني نضفتي كده وشك وايدك علشان الأتربة والروايح بتاعت طول النهار سواء الأكل أو تنظيف البيت أو الحاجات دي كلها بتأثر عليكي. ونيجي بعد كده لأهم خطوة وهي غسيل الأسنان. طبعا ما ينفعش تستغني عن خطوة غسيل الأسنان. الفرشة وادي المعجون بتاعنا. تمام. دي عموما بودرة بتاعت أسنان، ما بستخدمهاش يوميا، بستخدمها بس مرتين في الأسبوع لأنها بتبيض الأسنان. بس برضو ممكن تكون بتأثر على المينا بتاعت الأسنان، فما ينفعش إن أنا استخدمها كل يوم. لكن المعجون اليومي بتاعي بيكون سيجنال عادي أو أي معجون متوفر عندك. أنا بحب أستخدم معجون الأطفال وبحب أستخدم فرشة الأطفال لأن أنا أسناني أصلا حساسة، فلما بستخدم معجون يكون قوي بحس أسناني بدأت توجعني. انا اصلا عندي نقص كالسيوم وكده، وكمان علشان الحمل والولادة والحاجات دي كلها ما اهتمتش بالكالسيوم في جسمي. فبحس ان معجون الاسنان وفرشة الاسنان بتاع الاطفال بتناسبني جدا جدا. فخلصنا كده، فخلصنا خطوة كده الغسول بتاع الأسنان، الغسول بتاع البشرة وغسيل الأسنان، والفقرة الجميلة دي خلصناها خالص. نيجي بقى للتونر وهو أهم حاجة للبشرة. طبعا انت غسلتي وشك بالغسول، ما ينفعش على طول تروحي تحطي الكريم، وشك هيعمل حبوب أو هيعمل بثور وهيبقى فيه مشاكل كتير جدا وبشرتك مش هتبقى صافية. لازم تقفلي المسام وتتأكدي ان انت نضفتي الوش كويس جدا. طيب التونر بتاعنا عبارة عن ايه؟ في بنات تقولك مثلا حطي مية الورد في مكعبات تلج في الفريزر واستخدميها على بشرتك. الطريقة دي غلط جدا جدا، خصوصا الناس اللي بشرتها حساسة. الطريقة دي هتعملك حروق جامدة جدا في بشرتك، فمش هتنفع مع كل الناس. اللي هينفع بجد معاكي ومع اي حد ومفيش منه مشاكل خالص. بصوا ده ايه؟ ده قطن من بتاع ازالة المكياج اهو. بصوا، ومش غالي خالص يا بنات، يعني الباكت ده كله انا كنت جايباه ب10 جنيه. بصوا مليان قد ايه، مش بيخلص بسهولة، يعني انا بستخدم منه بقالي فترة. بصوا لسه مليان، لانه كان مليان لحد هنا، كان متبرشم كده. يعني تقريبا حوالي 100 منديل، هما كتير قوي بصراحة. فبصوا بقى، بتاخدوا المنديل ده كده وبتحطوا عليه من مية الورد. هوريها لكم كده الموضوع عملي اهو. اي نوع مية ورد تفضليه، ومية الورد رخيصة اصلا، يعني هي حاجة مش غالية خالص، فمش هتفرق انها تكون نوع معين، لا عادي اي نوع اهو. النوع اللي معايا ده الزهار،
بصوا تحط منها كده، بس مش عايزه اغرق الدنيا قوي اهو. عايزه اقول لكم ريحتها جامده جدا، ريحتها حلوه قوي قوي بجد، عجباني. ونشيل بقى الخطوه بتاعت ميه الورد دي على جنب، خلاص كده خلصناها اهو. عندها القطنه دي مبلوله ميه ورد. بنعمل بيها ايه؟ بتمشي بيها على وشك كله كله، تتأكدي ان بشرتك كلها نظيفة. على فكرة القطنة دي هتلاقوها بتطلع بلاوي، ما تستغربوش خالص. هتلاقوها بتطلع بثور سودا وحاجات كده، انت هتستغربي انت غسلتي وشك ازاي والحاجات دي لسه موجودة. ايوه بتكون لسه موجودة. فبتحتاجي ان انت تنضفي التنظيفة الأخيرة دي كده على بشرتك، علشان تتأكدي ان الدنيا تمام معاكي. لو عملت الخطوة دي كل يوم كل يوم، تأكدي ان عمر ما هيطلع لك حبوب، عمر ما يطلع لك بثور في بشرتك، اي حباية مفاجأة مش هتلاقيها ابدا. مش هتلاقي هالات سودا، مش هتلاقي اي مشاكل في بشرتك. وطبعا كمان لازم بنهتم بشرب المية، ده اساسي. فكده احنا خلصنا الخطوة بتاعة مية الورد والمناديل بتاعة البشرة. طيب ما لقيتيش المناديل دي او ما لقيتيش القطن بتاع ازالة المكياج، هي اسمها اصلا قطن ازالة المكياج، ما لقيتيهوش ومش متوفر عندك في اي محل، مع ان هو موجود في محلات مستحضرات التجميل، وموجود في محلات المنظفات كمان يعني، وهو رخيص كمان قوي يعني، هو مش غالي. تمام. زي ما قلت لكم ب10 جنيه، ومية الورد تقريبا كان ب7.5. فكلها حاجات كده يعني عبيطة خالص، مش غالية يعني اطلاقا. تمام. هتستخدمي المناديل العادية، مفيش فيها اي مشكلة. هي المميز بس في المناديل ده انها معقمة شوية زيادة، معقمة كمان انها تستخدم للبشرة، ما فيهاش اي ريحة، علشان برضو لو عندك حساسية من اي ريحة كده ولا كده. تمام. خلصتي ونضفتي بشرتك، تعالي معايا الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها بتكون عبارة عن سيرم او آه، كريم التفتيح اللي انت هتحطيه، او كريم الترطيب اللي انت هتحطيه على بشرتك. طيب ينفع احط سيرم واحط معاه كريم ترطيب؟ طبعا. طبعا احنا داخلين على الشتاء، يعني احنا دلوقتي يعتبر في الخريف اهو. عايزه اقول لكم البشره من دلوقتي اصلا بدات تبقى ناشفه جدا، بشره وشك وبشره ايدك. إيه لو سبتيها كده من غير ترطيب هتغمق، وهتعمل قشور وحشه جدا، وهتعمل معاكي مشاكل لا حصر لها. فلازم طبعا الترطيب ده اساسي. طيب لو السيرم عندك في نسبة ترطيب عالية، مش هتحتاجي ان انت تستخدمي اي مرطب معاه. لكن لو ما فيهوش نسبة ترطيب عالية، هنستخدم حبيب الملايين ده، بانسينول. مفيش حد ما بيحبوش، انا بجد بعشقه. حبيبي حبيبي كده يعني. على شفايفك ماشي هيرطبها، على وشك ماشي هيرطبه، ومش هيديكي ملمس دهني، بالعكس احلى حاجه فيه ان هو ما بيديش اي ملمس دهني. تحطيه قبل الميك اب يديكي احلى ترطيب واحلى ميك اب، ويديكي كده لوك رائع. تحطيه على كعوب رجليكي، على بشرة ايديكي، على بشرة ركبتك، على كوعك، على اي حتة ناشفة في وشك او في جسمك عموما. بيرطب بيرطب من هنا للسنة الجاية، بجد رائع. حاجة كده وهم، انا بحبه جدا جدا. فبنسينول ده بجد كده جميل. هو كان ب12 جنيه، لو تلاحظوا انا قربت اخلصه، وكل ما بخلصه بجيب منه تاني، ما بملش ولا بزهق منه، حبيبي بجد يعني. فجربي تحطي منه على شفايفك لو ما عندكيش ليب بالم او زبدة كاكاو، جربي بس كده وهتدعيلي. تمام. فده لو السيرم عندك مش كفاية للترطيب، يبقى هتستخدمي بنسينول. تمام. كرباميد يمشي برضو، بس انا بفضل ريحة البنسينول، ريحته حلوة مش مؤذية. لكن الكرباميد بصراحة حسيت ان ريحته قوية قوي واذتني يعني، ضايقتني شوية. تمام. فزي ما اتفقنا، لو عندك نسبة الترطيب عالية في السيرم مش هتحطي، لو مفيش ترطيب كويس هتحطي الأول بانسينول، وتدهني وشك كويس قوي كده وتدعكيه وتتأكدي ان وشك تشربه تماما، وبعد كده انزلي بالسيرم بتاعك، مفيش اي مشكلة. طيب خلصنا البنسينول وخلصنا السيرم بتاع البشرة، هندخل بقى على الخطوة اللي بعدها، وهي الليب بالم او الليبستيك، او
زبدة الكاكاو، او سموها زي ما بتسموها، هي ليها 100,000 اسم. انا بحب استخدم اماندا حلوة جدا. وفي كمان زبدة الكاكاو الكوري اللي طالعة جديدة، دي حلوة قوي قوي، ما بتسمرش الشفايف، بالعكس بتفتحها مع الاستخدام المستمر. وخليكي عارفة ان اي حاجة هتهتمي بيها هتبقى جميلة في الاخر، واي حاجة مهما كانت بسيطة هتفرق معاكوا جدا جدا. فاماندا مش غالية خالص، ب10 جنيه. زبدة الكاكاو الكوري ب20 جنيه. في بقى حاجات تانية اغلى شوية، اللي هي لابيلو والحاجات دي. لا بصراحة دول غاليين قوي، يعني في منهم تقريبا ب40 او ب50، مش عارفة هما بكام بصراحة. بس الحقيقة يعني هما غاليين، ونفس الترتيب بتاع اماندا، فمش هتفرق قوي يعني. انا بصراحة بحب اماندا وبفضلها. دي اللي هي باللولي بوب، حلوة قوي بحبها. بتدي لون كده شفاف وحلو خالص. تمام، خلصنا كده ترطيب البشرة، خلصنا بشرة وشك نظيفة وجميلة، وسنانك مغسولة، ووشك مترتب كده وحلو ونظيف، وحاسة كده ان وشك بيتنفس كده ومنتعش. نيجي بقى للشعر. واهم حاجة عندنا هنا في شعرنا، طبعا انا ما دخلتش على مرحلة الايد، لان الايد بتكون اخر حاجة خالص خالص خالص، علشان تكوني خلصتي كل الحاجات اللي انت بتعمليها دي، لان طبعا كل الحاجات دي لازم تستخدمي فيها ايدك، فبنخلي الايد دي اخر حاجة خالص. هنيجي بقى هنا للشعر. طبعا انت شعرك طول النهار بتبقي ربطاه ومكتفاه، وممكن كمان تكوني لابسة عليه بندانة، او لما بطرحة كده علشان ما يقعش في الاكل، وما يقعش على الارض وانت بتروقي ويبهدلك الدنيا تاني. فطبعا شعرك طول النهار مكتوم وزهقان منك وقرب يطفش، كل ده بيؤدي الى تساقط في الشعر، تجعيد، خشونة وجفاف رهيب في شعرك. فكل البهدلة دي بتكون من لمة الشعر ومن كمكمته، وكمان بيبقى ريحته مش حلوة خالص على آخر النهار كده. فهتيجي لشعرك الجميل ده وتغسليه لو هو محتاج يتغسل. طبعا الشعر بنغسله مرتين 2 في الأسبوع، مش أكتر من كده. لكن لو متزوجة هتغسلي شعرك طبعا مع كل مرة بتتطهري فيها. المهم شعرك هتغسليه مرتين في الأسبوع، اللي هو بقى غسيل يعني غسيل بجد. تغسليه بالشامبو وتنضفيه كويس قوي، وتنضف فروة راسك كويس قوي بالشامبو. وبعد كده بتحطي حمام الكريم على شعرك، مش على فروة راسك. حمام الكريم ما ينفعش يجي على فروة راسك، هيوقعلك شعرك. وبعدين بتحطي بقى البلسم ده آخر حاجة خالص على أطراف الشعر. لو مفيش بلسم بنستكفي بحمام الكريم، مفيش مشكلة. حمام الكريم ما بيقعدش على الشعر أكتر من 10 دقايق، ويكون كده تمام أوي وكويس. أكتر من كده هيبدأ يوقعلك شعر. غسلتي شعرك كويس قوي وعملتي له حمام الكريم بتاعه وظبطيه كويس، عايزة تسيبيه ينشف لوحده كده بالهوا مفيش مشكلة. لكن لو عايزة تنشفيه بالسشوار فدي برضو طريقة حلوة، بس هتشغلي السشوار على البارد، بلاش السشوار يكون على السخن، او تقدمي لشعرك اي حرارة وانتي داخلة تنامي. المفروض ان انتي بتحافظي على شعرك، فهتسيبيه كده ينشف لوحده تلقائي. هتحطي له بقى نقطة سيرم لو عندك، لو مفيش يبقى نقطة زيت جوز الهند، او نقطة زيت زيتون، نقطة بس يا جماعة. بصوا يعني لو خدتوا بالكم انا بقول ايه، بقول نقطة مش اكتر من كده، علشان الشعر معانا ما يلزقش في بعضه ويعمل ريحة مش حلوة. طبعا زيت جوز الهند معروف بريحته الرهيبة. في كمان برفيوم للشعر حلو قوي. لو ما عندكيش كل الحاجات دي، مخمرية يا جماعة، المخمرية رائعة، تدي ريحة حلوة قوي للشعر. ومن كتر ما لازم نهتم بريحة شعرنا، في ناس بتبخر شعرها وبتبخر جسمها بعد الدش. طبعا كل الحاجات دي بتفرق قوي مع الست، وبتحسن من نفسيتها. يعني انت طول ما انت شامة شعرك ريحته جميلة، وشامة نفسك كده ريحتك حلوة قوي، هيكون عندك ثقة عالية في نفسك، وهتحسي نفسك أميرة كده رايحة جاية في الشقة. حتى لو قمتي تاني يوم تطبخي وتروقي وتعملي كل الحاجات بتاعت كل يوم دي، برضه هتحسي نفسك طول النهار ماشية واثقة في نفسك، وعندك ثقة كده رهيبة. خلصنا بقى موضوع الشعر، وغسلتيه ونشفتيه وكله تمام. بتجيبي المشط عادي جدا، سرحيه تمام. سرحتي شعرك، بتبدأي عايزة تسيبيه وتنامي بيه وهو سايب، مفيش أي مشكلة، بيكون برضو أريح وأحسن، وما بيعملش صداع ولا هيشان في الشعر ولا أي حاجة. ما تخافيش، بالعكس، نامي بس كده وسيبي شعرك مفروض جنبك.
هتصحي تلاقيه تمام جدا ومفيش فيه اي مشاكل وهتكوني نايمة مرتاحة. لكن لو مش حابة وحاسة ان هو هيهيش مفيش مشكلة، اربطيه بتوكة، توكة خفيفة خالص، استك صغنون، بصوا قد ايه، استك بيبي يعني حاجة عبيطة خالص يعني، علشان ما تأثرش على الشعر وتحسي بهيشان كده رهيب في شعرك. طيب خلصنا كده موضوع الشعر تماما وخلصنا منه. هتبدأي بقى تنامي كده وانتي مرتاحة، بس قبل ما تنامي بتحطي الريكسونة بتاعتك او مزيل العرق بتاعك. عايزة اقولك الريكسونة دي بجد اختراع، ريحتها حلوة جدا، بتقعد معاكي يومين 3 كده، ريحة جسمك كله تحفة قوي. لو قلقانة منها، انا بصراحة بقلق ان انا احطها على جلدي مباشرة، لان انا عندي مشكلة شوية مع العطور او الشاور جل اللي بيكون ريحته قوية او اي حاجة ريحتها قوية، فبحطها على البيجامة من بره كده. بس عايزة اقول لكم بتدي ريحة حلوة جدا، بتفضلي فترة كده ريحتك جميلة وواثقة من نفسك طول اليوم. هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة، متنسوش كمان تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. مع الف سلامة.